ازيكم عاملين ايه؟ انا فهد وده محتوى تنميه بشريه. سالت نفسك قبل كده ايه سبب المشاكل النفسيه والتوتر والضغط اللي عندك؟ ساعات كتير بيكون السبب التوتر والضغط النفسي اللي حطيت نفسك فيه، وهو انك بتركز مع غيرك اكتر ما بتركز مع نفسك، بتقارن نفسك بيهم قبل ما بتقارن نفسك بنفسك التانيه. وفي جيلنا او في وقتنا ده بنبقى عايزين نوصل لكل حاجه بسرعه، سواء شهره او فلوس او نجاح، اي حاجه عايزين نوصل لها بسرعه من غير تعب او مجهود، او من غير اصلا ما نعرف احنا نستاهل ان احنا نوصل للحاجه دي ولا لا. وعايز اقول لك حاجه مهمه كمان، محدش فينا محتاج يغير الكون عشان يكون مرتاح، احنا محتاجين اننا نغير نفسنا احنا بس الاول. كل حاجه هتختلف لما نغير من نفسنا احنا الاول. لازم يكون عندنا خطه ونظام لكل حاجه بنمشي عليها، ما ينفعش نمشي بعشوائيه. واقول لك على حاجه كمان، ما ينفعش نعمل كل الحاجات اللي احنا عايزينها في نفس الوقت، لازم ننظمهم الاول. ازاي؟ تعال اقول لك. تعمل حاجه تخلصها تبدا في التانيه. فكره اننا بنعمل كل حاجه في نفس الوقت ده بيحطنا في زون التوتر والقلق والخوف. لازم كمان اكون عارف انا عايز اعمل ايه وازاي هعمله، وايه المتاح اللي يساعدني اعمل ده وانجح فيه، مش بس محاوله وخلاص. وكمان لازم كل حاجه تتعمل في وقتها، مش لازم اراكم كل حاجه فوق دماغي ويجي وقت اكون عايز اعملهم كلهم مره واحده. اعمل اللي عليك واكتر شويه، وسيب نجاحك وتوفيقك ده حاجه بتاعت ربنا. الموضوع محتاج تفكير وهدوء اكتر. وكمان جيت اقول لك ان انا فهد وده محتوى تنميه بشريه.